هذا الاخ قال لي بانه الكلام اللي قلت في الفيديو اللي هضرنا فيه على الزبائن فعلا صحيح، واللي مزروب الله يعاونو. فعلا انا كنتفق معاه في هذه الفكره، لانه الميساج هو فاش كيكون زبون مزروب وكيضغط عليك وما كيصبرش وما كيتفهمش، فما كتقدر تواكبوا لا هو لا زبائن وحدين اخرين. والانسان خصو يفهم بانه ماشي غير هو اللي كتعامل معاه، يعني عندك زبائن وحدين اخرين اللي كتعامل معاهم. ف ما فيها باس انه يتسنى واحد شويه. وعاوتاني ما غاديش نعمو، لانه في البدايه فاش كتكون يلاه بادي كيخصك تخدي باللي كان. لانه في الاول الا بديتي كتشرط بحال الوظيفه، الا مشيتي كتشرط ما غاديش تخدم. نفس الشيء مع الزبائن، الا بديتي كتشرط من الاول انت باقي ما خدامش، فممكن ما غاديش تاخد ما تاخدش التجربه، وصعيب باش تبدا تلقى كليان، وسورتو الا تعرفات عليك بانك كتشرط ولا ما كتعاملش مزيان. هو خصنا نتعاملوا مزيان وخصك دير الخاطر الى اخره. ولكن ان سيغتان طون ملي كتولي انت عندك لا شارج وعندك بزاف ديال الناس وخصك كل واحد تعامل معاه وكل واحد دير ليه خاطرو، فهنا داكشي كيبدا كيأثر عليك. فهنا كيخصك تبدا تختار الناس اللي غتعامل معاهم، ماشي كلشي بالفلوس، لانه كاينين الناس اللي كيعطيو فلوس وكيتعاملوا مع كليان كيخلصوا مزيان، ولكن التعامل معاهم راه توكسيك لواحد الدرجه لا تخيل. وانا شخصيا وقعت لي مع العديد من الكليان اللي كيكون الخلاص ديالهم مزيان، ويقدر الخلاص ديالو هو يغنيك على 3 ولا 4 ديال الكليان، ولكن ما كنفضلش نتعامل معاهم وكنوقف الخدمه معاهم. علاش؟ لصالحي وفي سبيل صحتي وفي سبيل صحتي النفسيه، باش نقدر نواكب ناس وحدين اخرين، ويبقى عندي الخاطر باش نتعامل مع كليان وحدين اخرين، وحتى لحياتي الشخصيه، يعني باش داكشي ما ياثرش عليا نفسيا. فما نبقاوش نشوفوا الجانب المادي فقط في التعامل مع الزبائن كيف ما قلت. وعاوتاني كل واحد والظروف ديالو، لانه واحد يلاه بادي ما عندوش كاع الكليان ويجي واحد ما كيتعاملش مزيان، فخصك تصبر ليه. ما عندكش اصلا، ما عندكش الكثير. انا كنهضر هنا على الناس اللي عندهم بزاف ديال الكليان ويتعاملوا مع بزاف ديال الكليان. ف في هذا النوع، هاد المقاولين بالضبط ما خصوش يبقى يانسيستي غير على الفلوس. دونك هنا ملي كتوصل ان سيغتان نيفو كيخصك تبدا تختار مع من غتخدم. راه كنقولوا لو كليون اي ان روا، ولكن حتى انت خصك تعرف مع من تتعامل، حيت راه كاين واحد لو كليون غوا ولكن يمرمد بك الارض. ما غاديش كاع دوك الفلوس اللي غادي تاخذ من عنده تمشي تكملهم غير عند الطبيب.